طيب يا اخواتي، وبعد غياب طويل قوي جامد، ومعلش حقكم عليا في الغياب الطويل ده، بس انا جاي النهارده اعوضهالك. رجعت لك النهارده بنسختي بتاعه رمضان، افجر نسخه في المجال، افجر نسخه واتساب هتشوفها في حياتك يا عمري. هتقول لي ايه اللي يثبت كده؟ اقول لك تعالى. عشان انتوا كلكم كنتوا قاعدين عمالين تزنوا على دماغي تقولوا ضيف في قلب النسخ قطع نت يا تايجر، ضيف قطع نت، ضيف قطع نت. ضفت لكم اهو قطع النت. شوف بدل الزرار بتاع قطع النت كام زرار. وبص، عايز اقول لك انا راجعلك بحاجه جديده. انا كل ما اغيب فتره كده برجع بعلي المجال كله يا قلب اخوك. قطع نت بفيديو، قطع نت بملصق، قطع نت بكتالوج صوره، قطع نت بدعوة جروب. يعني انت مسافة ما تبعت لحد دعوة للجروب وهو يدوس عليها جوين او عامة انضمام، هوب هيلقى النسخة بتاعته اصلا كلها طارت. انت متخيل؟ قطع نت بخريطة، قطع نت بملف، قطع نت برسالة، قطع نت بمقطع صوتي، حرق نسخة بمكالمة، وده تعليق الشتات، وده تثبيت الريبلاي. لما تيجي تعمل على حد ريب هيفضل متثبت على نفس الريب ده طول ما انت بتكلمه. وده عكس الرسايل، تمام؟ عشان انت عارف عكس الرسايل اللي انت بتستخدمه فين. ودي تم إعادة توجيه أكثر من مرة، فاهمني؟ يعني انت أول ما تبعت أي مسج هيظهر قدامك إن انت بعت المسج ده محاوله لناس كتير. تمام يا قلب أخوك؟ وده تم إعادة توجيهها مرة واحدة. وده زرار المنشن الجماعي، يعني المنشن انت بتعمله في البرومات مسافة ما تعمل علامة الآت هيظهر لكله ان انت عامل ريب على كل اللي في قلب الروم. خلصانة؟ انزل يلا يا ابني بالنسخة، افجر نسخة في المجال يا عمري. طيب كده يا قلب اخوك، تعالى كده قبل ما تنزل بالانترو، تعالى اوريك حتة غشيمة كده. اضافات الواجهة، ثواني يا قلب اخوك. خصوصية الواجهة، دوس على كلمة خصوصية ايه، وتدوس بعدها على ايه، فيديو في الواجهة. ودي طبعا خطوط النسخة، ودي صورة في الفقاعة، وده كله. نرجع كده، نرجع كمان خطوة لورا. ثواني بقى كده، شوف ايه اللي حصل. يعني حاجة طرش الطرش، عظمة اكتر من كده. يعني بجد مش هتلقى عظمة اكتر من كده. شايف عامل ازاي؟ يعني حاجة طرش الطرش وربي. انزل بالانتر يا عمري. Taggy, düşün muzykę flow. Ja ten move, with they side, rock at the mental door. Pop up there, forget my 44 up off the just for now. Pop up there, forget my 44 up off the طيب يا اخواتي، كل سنة وانتم طيبين، ويا رب اشوفكم دايما بخير يا قلب اخوك انت هو كده. اخواتي اقسم بالله بجد واقفين في ظهري. وبص يا جدعان، مهما هتكلم مش عارف اوصف بجد لكم انا قد ايه بحبكم، اقسم بالله بجد كده لله في الله. وبشكر كل حد بيدعمني بلايك وبينزل يكتب لي كده كومنتات في قلب التعليقات تحت يعني، وبيقدر تعبي ودايما بيعمل شير لكل اصحابه. بجد في ناس بتكتب كده كومنتات يعني اقسم بالله بيخطفوا قلبي. تمام؟ والناس دي في قلبي، وباذن الله اعمل الفيديو الجاي هطلعهم كلهم في قلب الفيديو الجاي. الناس اللي بتكتب ليا كومنتات حلوه. يلا كده قبل ما اشرح لك النسخه، عايزك تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. تنزل تعمل لايك للفيديو، اشترك في القناه، متنساش تفعل زر الجرس، واكتب لي كده كومنت شبهك يا جميل. وكمل الفيديو للاخر عشان النسخه باسورد، عشان انا تعبت فيها بجد جامد قوي. تمام يا قلب اخوك؟ ده شكل النسخه من بره، وانا مخليها كلمه واتساب من بره عشان مفيش حاجه في قلب الميديا بتاع النسخه تتحرق. تمام؟ تخش كده على النسخه، هتفتح معاك بالواجهه اللطيفه دي. تمام يا قلب اخوك؟ مثلا نيجي نخش على ايه، على الشات ده. تمام؟ ده كده شكل شات النسخه. ثواني، المزيد، مسح الشات. النسخة انا معربها لك كلها تما. نسخة تاجر رمضان، النسخة هي دي منظر الصورة بتاع الشات. تمام؟ وده كده اهو ان انت تبعت ايه، الام بي 3 الريكورد. دي نقطة فيها ان انت اول ما تضغط على كلمة واتساب فيها اخفاء شتات. تمام؟ وده شكل الدي بي بتاعك. تمام يا قلب اخوك؟ وده انا كده اهو البرايفسي، مسج الرقم، وده راستر النسخة، وده اعمل روم، وده اعمل بي سي، وده عشان تفتح ويب، وده ايه اف ال بي المسجات اللطيفة، يعني المسجات اللي انت بتعملها بنجم، وده ان انت تعمل وضع طيران، ودي الاعدادات بتاع النسخة العادية. تمام يا قلب اخوك؟ ده كده هو خصوصية
نسخة كلها متعربة، ودي لها إعدادات حماية الواتساب، تحقق بخطوتين، تغيير رقمك والمستندات وحذف الحساب. تمام. وده كده الشات اهو، وضع النسخة، دارك مود وفاتح، وده خلفية الشات، وده إرسال من الكيب والرؤية العالمية وحجم الخط. طبعا انت خليه متوسط بيكون حاجة رايقة. تمام يا قلب أخوك. ده كده البروفايل اهو، ودي كده طبعا الميكروفين. تمام. وده كده الستوري. تعال نشوف كده حاجة في البريتسول. صلى على النبي. كده يا قلب أخوك ايه اهو، شكل الستوري بيبقى اسود، وبتغير في قلبي الالوان وفي الخطوط، وكمان تقدر تغير لون الخط وكل حاجة. تمام. دي النقطة. تعالى على اللي بعده كده، نخش كده على البرايفسي. تعالى اشرح البرايفسي كده على السريع. دي طبعا خصوصية البلس كلنا عارفينها، يعني مش هنفتي في حاجة جديدة في خصوصية البتاع. وده كلين كاش، عشان لو انت تليفونك المساحة بتاعته مقفولة وكده تدلت الحاجات اللي ملهاش لازمة. تمام. وده نسخة احتياطي عشان تركب ملف السرعة تخش تتب في قلب الأقسام. وده خاصية الوجع، ده فيديو في الوجع. تمام. يعني حاجة طرش الطرش. وده فصل الشارع عن الرومات، وده ظهر رمز إضافة حساب، يعني إن أنت تضيف أكتر من حساب. وده عرض وضع الطائرة يعني إن أنت تعمل قطع نت للنسخة. وده تعطيل النقطة الأولية للشخص، وده إخفاء الدردشات، وده تعطيل حالة الصور، وده تأكيد الستيكرز يعني اللي هو الملصق قبل إرساله. تمام. وده زر علامة المشرف جنب الاسم، يعني اللي هو الأدمن بتاع الروم اللي هو في قلب الجروب عامة هيظهر جنبيه إن أنت إيه كلمة مشرف. وده تعطيل رد فعل من نقرتين، وده تغيير إبداءات الإعجاب، وده تغيير اسم الإنتر، يعني أنت عايز تكتب اسمك بدل كان نسخة تاجر لرمضان، عادي تكتب مثلا نسخة أحمد لرمضان، نسخة طه رمضان كده يعني. تمام يا قلب أخوك. وده إضافات الواجهة، تغيير سطور الواجهة، وده تغيير بالون الشات، وده تغيير شكل الواجهة، وتغيير شكل الانتري، وشكل موج في الواجهة. تمام. كل ده اكتشف انت بنفسك. وده طبعا قطع النت كله بالمنشن بكله. وده طبعا قناة اليوتيوب بتاعتي ورقمي. خلصانة يا قلب اخوك. تعالى بقولك ايه الباسورد بتاع النسخة كده على السريع. الباسورد 2005 2005. نعيد تاني 2005 2005. طبعا الناس اللي بتقول انا عايز الكيبورد ده، انا هسيب لك لينك الكيبورد ده تحت في الوصف بتاع الفيديو. تمام. اللي هو الديسكريبشن يعني. وهسيب لك لينك قناة التليجرام بتاعتي، خش فيها واعمل انضمام علشان تحديثات النسخ بتاعتي الجاية كلها تعرف تثبتها في النسخة دي، والشتات يعني الدردشات عامة بتاعتك ما تطرش منك. خلصانة يا اخوك. نقول تاني الباسورد 2005. وبس كده يا قلب اخوك. يا ريت تكون النسخة عجبتك وتنزل تقدر بقى بالله عليك التعب ده. وصلوا النسخة دي يا جدعان 500 لايك. يعني انا نفسي اطلب منكم طلب وتنفذوه بقى. عندكم عملت طلبات كتير قبل كده، بس بتحداكم ان انتوا توصلوا الفيديو ده 500 لايك.